أنا مش عايز حراسة. الرئاسة عندما أكون رئيسا لمصر لن تكون أبدا فرد اسمه الرئيس يقول ويفعل كل شيء. القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. لابد أن تكون الحكومة حكومة ائتلافية موسعة وليست حكومة قاصرة على أغلبية برلمان أو على حزب واحد. ده يعني تعهد أمام الناس كلها. الآن الضمان فيه هو عدم تنفيذه، إن الشعب يبقى عارف إن اللي قال كده ما بينفذش اللي هو قال، ودي مسألة خسارة كبيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى موقف شعبي كبير. أتعاهد ألا يمس بحرية الإعلام، ولن أبدا يمنع أي رأي أو تغلق صحيفة أو قناة. أنتم أهل السلطة ومصدرها، وأنتم الشرعية وأقوى مكان فيها. من يحتمي بغيركم يخسر، ومن يسير مع إرادتكم ينجح. لن ينتقص أحد كائنا من كان شيئا من حقوقكم ما دامت هذه إرادتكم. سأعمل معكم على نهضة الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل ملايين المصريين. سأتواصل مع الجميع، أبوابي مفتوحة، الأبواب غير موصدة. نحافظ على بعضنا البعض، يحضن كل منا الآخر، لا مجال للصدام أبدا ولا مجال للتخوين. بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه كأني له بالمرصاد ولن أتركه أبدا. جئنا برسالة سلام. لا نعتدي على أحد. احترام الشرعية وإلا البقاء للأقوى.